السلام عليكم. هحضر النهارده البوريك التركي بالجلاش المصري بطريقه حلوه جدا. طبعا الجلاش مفيش اسهل منه ومنقذ جدا معانا في الغداء او العشاء. ممكن كمان يتعمل بكذا حشو، مش لازم لحمه بس. هعمله النهارده بشكل شيك ينفع للعزومات. يلا مع بعض نسمي الله ونشوف طريقتنا ايه. اول حاجه هعملها عصاج اللحمه. معايا نص كيلو لحمه مفروم وبصلتين وسط وفلفل الوان ونص معلقه كبيره من خليط الملح والفلفل والكزبره والحبهان وورق اللورا. ده خليط بستخدمه للحمه. اخدت منه نص معلقه كبيره بس. انا في اللحمه مش بحب احط بهارات كتير عشان بتغير طعمها. اول حاجه هبدا اعملها عصاج اللحمه. هجيب طاسه واحط لها معلقه سمنه او زبده، وبعدين بنزل عليها بالبصل بحمره. ممكن كمان نحط اللحمة في الأول، يعني نديها صدمة كده في السمنة وبعدين نحط البصل. الاتنين ينفعوا. أنا جربت، عملت قبل كده العصاج. حطيت اللحمة في الأول وبعدين حطيت البصل. الطعم ما فرقش كتير. وبعدين بحط الملح والبهارات بتاعتي بتاعت اللحمة اللي أنا قلت لكم عليها. بقلب البصلة كده أول ما لونها يتغير. أنا مش عايزاها تتحمر كتير. بنزل باللحمة وبقلبهم مع بعض كويس وادخلهم في بعض كده. عصاج الجلاش مش بحب احط له طماطم، هو بحط بس لحمة وبصل وفلفل وبيكون طعمه حلو. ودلوقتي شغالة بقلب في اللحمة والبصل وادخلهم في بعض كويس لغاية ما لونهم كده يتغير، وبعدين بحط الفلفل وبعدين بهدي النار عليهم شوية واروح احضر للتشريبة اللي انا هعمل بيها الجلاش. ودي مكونات التشريبة بتاعة الجلاش. معايا كوب حليب وبيضة ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر وخليط سمنة على زبدة. الزبدة بتدي قرمشة وتوريق كده في الجلاش، والسمنة البلدي كمان بتدي طعم حلو. ومعايا نص معلقة من خليط الملح والفلفل والكزبرة وورق اللورا والحبهان، الخليط اللي انا حطيته في العصاج. هاخد برضو كمان منه نص معلقة. وده شكل العصاج كده، خلاص هو استوى. هطفي عليه النار واسيبه يهدى شوية، وبعدين نروح نبدأ نلف في الجلاش. ودلوقتي هلف الجلاش. انا حطيت مكونات التشريبة كلها على بعض وقلبتهم، وهبدأ احط ورقة وبعدين بحط معلقة من التشريبة وادهنها بالفرشة، وهحط كمان عليها واحدة تاني واحط معلقة من التشريبة وهدهنها برضو بالفرشة، وهكذا لغاية ما اكمل 3 ورقات كده فوق بعض. اهو حطيت الورقة التالتة دي اخر حاجة، برضو هحط لها معلقة وادهنها. ودلوقتي باخد اول الجلاش وبلفه لفة واحدة كده، وبعدين بحط العصاج عليه وبساوي اللحمة كويس وبلفها رول. وباجي للطرف الاخير كده بحط من التشريبة عشان يلزق معايا، وهكذا هلف باقي لفة الجلاش بنفس الطريقة. لفة الجلاش اللي عملت بيها دي كانت كبيرة، عشان كده لفتها 3 ورقات فوق بعض. لو لفة الجلاش اصغر من كده او الورق بتاعها مش كتير، ممكن تعملي ورقتين او ورقتين ونص. بس بصراحة لما عملتها بالثلاث ورقات دي كانت حلوة وعاملة زي الفطيرة كده. طريقة الجلاش المصري العادي بنحط بين الورقات سمنة، وفي النص بنحط عصاج اللحمة وبنقطعها، وبعدين بنسقيها بنفس التشريبة اللي انا عملتها دي، اللي هي البيض واللبن. وبرضو ممكن نحط سمنة من فوق. بس الطريقة دي تختلف في ان انا بلفها رول وبحط بنفس التشريبة على لفة الجلاش من جوه. فبكون عايزة الرول من جوه مورق وفي نفس الوقت طري، فبدهنه من نفس التشريبة من جوه. وطبعا ممكن نحشيها بكذا حشو، فراخ او خضار او جبنة او سبانخ، او ممكن كمان ميكس الجبنة بالسبانخ، ده بتكون حلوة جدا للعشاء. ودلوقتي اهو حطيت العصاج وبلفها، وباجي للطرف كده باخد من التشريبة وبدهنها بالفرشة عشان تلزق معايا. انا بلف الرولات كده وبحطهم على جنب عشان اوضح لكم بلفهم في الصينية ازاي. ولو لقيتوا في لفة الجلاش ورق متقطع معاكم مفيش مشكلة خالص، بنحطه كده في النص. زي ما انتوا شايفين كده انا جمعت الثلاث قطع وسويتهم وحطيتهم جنب بعض، وحطيت من التشريبة ودهنتها عادي. وبعدين حطيت العصاج ولفيته.
البوريك التركي بيتعمل بعجينة مخصوص، بس الجلاش مع التشريبة دي بتسهل علينا الوقت وبتدي نتيجة حلوة جدا وقريب من طعم البوريك. ممكن كمان تزودوا جبنة موتزاريلا وزيتون مع نفس الحشوة دي، يعني بعد ما تحطوا اللحمة تحطوا جبنة وزيتون وتلفوها، برضو بيكون طعمها حلو، يعني تغيير برضو. ودي اخر ورقة جلاش لقيتها برضو متقطعة، حطيتها ما بين ورقتين سلام ودهنتها من التشريبة وحطيت لها العصاج وهلفها رول. لفة الجلاش دي كبيرة، عملت معايا 9 رولات. بعد ما خلصت لف الجلاش كله فضل معايا من النص كيلو لحمة. العصاج ده هحطهم في الفريزر واستخدمهم بعدين لو هعمل بيتزا او فطيرة. ودلوقتي هرص الرولات الجلاش في الصينية، ممكن ارصهم في صينية مستطيلة واقطعهم بالطول، بس حبيت اغير في الشكل، والشكل ده بيكون حلو كده وشيك كمان في العزومات. ودلوقتي هبدأ الف رولات الجلاش. باخد اول واحد بحطه في حرف الصينية، بضم الرولات كده كده جنب بعض، باخدها دايرة. يعني انا هي دلوقتي حطيت التاني وهاجي للتالت هحطه في طرف التاني، وبعدين هيفضل زيادة هحطها كده من جوه، وهكذا. هجيب الرول الرابع احطه في طرف الرول التالت وبلفها دايرة. وطبعا هنا حجم الصينية بيتحكم في حجم الرولات اللي انا عاملاها. لو عاملة رولات كتيرة اكتر من كده يعني هحط صينية اكبر من كده، لو عاملة اقل فبحط في صينية اصغر. زي ما انتوا شايفين كده انا بجيب طرف الرول وبحط التاني جنب منه كده وبلفه. وانا بحط الرول ده حسيت ان الصينية كده صغيرة، فبحاول ان انا افتح كده وازنقهم في بعض. وبجيب الرول الاخير ده وبلفه كده زي الكحكة وبحطه في النص. بعد ما لفيت الجلاش رولات كده فضل معايا من التشريبة، طبعا بحطها من فوق كده في الصينية، هي اللي بتظبط لي الصينية وبتخليها تلزق في بعض كده وبتخليها شبه الفطير بالظبط. قبل ما بدخل الصينية الفرن بقطعها. طبعا وانا بكون شغالة في الجلاش كده بكون مشغلة الفرن بسخنها. بدخل الصينية على درجة حرارة 200. اول ما الحروف بتبدأ معايا تحمر كده فبعرف خلاص كده انها استوت، وبشغل عليها الشواية. اول ما وشها يحمر معايا كده بطفي عليها. خلوا بالكم هي مش بتقعد كتير تحت الشواية لان ممكن وشها يتحرق. بعد ما خلصت تقطيع الصينية كلها بحط لها من باقي التشريبة وبحطها في الفرن على درجة حرارة 200. وبكده خلاص خلصت صينية الجلاش. ودلوقتي هقطعها. مش قادرة اقول لكم على جمالها بصراحة، هي جميلة جدا وكمان مورقة كده من جوه وطرية ومقرمشة في نفس الوقت. جربوا الوصفة دي وقولوا لي رأيكم في التعليقات. زي ما انتوا شايفين الرولات لزقت مع بعض كده وعملت معايا شكل حلو. على فكرة القطعة دي كبيرة، بس يمكن الكاميرا مصغراها شوية، بس هي حجمها كبير وعالية كمان. ده كان فيديو النهاردة الجلاش المصري على طريقة البوريك التركي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وشير، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله.